صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى راجعه لكم ببارت 2 من الديكوريشن بتاع الاوضه، او ازاي غيرت الديكور بتاع اوضتي. والنهارده هنديكوريت الجزء اللي على الشمال ده. وبجد يعني قد ما الموضوع فعلا بسيط، قد ما هو فرق جدا جدا في شكل الاوضه. خليني بس اوريكم شكل الحيطه دي في الاول كانت عامله ازاي. انا كنت حاطه فيها المرايه دي، والمرايه دي انا اللي كنت عاملاها. وبجد المرايه دي من اكتر الحاجات اللي فعلا مبسوطه بيها جدا ان انا عملت حاجه زي دي، وكانت عجباني جدا جدا بصراحه. بس هي بقالها كتير قوي، وبصراحه زهقت من شكلها، وكمان المكان اللي محطوطه فيه ما كانش انسب حاجه، فاضطريت للاسف ان انا اشيلها وان انا اعمل حاجه جديده. فتعالوا بقى نشوف عملت الحاجه الجديده دي بقى ازاي. اول حاجه احنا هنقص دواير بالمقاس اللي انتوا عايزينه طبعا. بس انا ما حبيتش ان الدواير تكون كبيره قوي، يعني انسب مقاس ان هو المتوسط، لا تكون كبيره قوي ولا تكون صغيره قوي، عشان يبقى شكلها متناسق. عملت 8 دواير بس، تقدروا بقى تكبروا فيها زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا حابين، وعلى حسب شكل الحيطه اللي انتوا هتعلقوها فيه. هنبدا نغلفها كده بالورق الابيض والكانسون الاسود. وطبعا بقى هنغير في شكل الديزاين بقى، يعني مثلا ممكن نعمل في النص مثلث، ممكن نعمل مربع، ممكن نعمل شريطة في النص، ممكن نعمل مثلا مثلث بقى منفرج، مثلث قائم. هنغير ونفنن زي ما احنا عايزين، يعني مفيش حاجة معينة نمشي عليها. هنحاول بس واحنا بنلزق نشد الورق كويس قوي لورا، عشان الشكل في الاخر يطلع مظبوط وتطلع الدايرة معانا مظبوطة. هنبدأ نجيب بعد كده القطاعة اللي هي بتعمل دواير في الورق دي. انا بصراحة ما اعرفش اسمها ايه، بس هي بتعمل دواير في الورق، وبيكونوا كلهم حجم واحد، يعني مش احجام مختلفة. بس خرمت الورق كده بالشكل ده او الكرتون، عشان خاطر اعرف ادخل الشريط ده فيها، عشان خاطر اربط الدواير ببعض. ومش بكتفي بربطتين بس، انا بعد الربطتين دول بضيف برضو شمع، عشان خاطر تبقى ماسكة في بعضها كويس جدا، عشان لما تتعلق على الحيطة ما تقعش او ما تفكش من بعض. وده كده الشكل بعد ما خلصت ال8 دواير. زي ما قلت لكم في الاول، كل شكل فيهم مختلف عن التاني، وابدا بقى الزقهم على الحيطه بالشكل ده. وده كده شكل الحطين في الاخر بعد ما خلصت. الحقيقه ادوا شكل حلو جدا، وشكلهم مختلف تماما عن الاول. وخصوصا ورق الشجر ده، اصلا ده لوحده كده من غير ما تحطوا اي حاجه معاه بيدي شكل تحفه في الاوضه، وبيخليها كده تحسوها طالعه من بنترست كده. فبجد انصحكم بيه جدا جدا. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وتكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد قريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.